صوت الصحافة، نبض الخبر. أشرف حكيمي من رصيف ختافي إلى عرش الكرة العالمي، قصة الابن البار. في 6 ديسمبر 2022 توقفت أنفاس الملايين. شاب في 24 من عمره يقف أمام واحد من أعظم حراس المرمى في العالم. ببرود أعصاب يدرس يضع الكرة بطريقة البانينكا في المرمى الإسباني ليرسل المغرب إلى ربع نهائي المونديال. لكن هل سألت نفسك يوما من أين جاء هذا البرود؟ وكيف تحول ابن المهاجرين البسيط إلى أغلى ظهير في تاريخ العرب؟ اليوم سنروي لكم القصة التي لم تحكى كاملة، قصة أشرف حكيمي. لم يولد أشرف وفي فمه ملعقة من ذهب. في أحياء ختاف المتواضعة بمدريد كانت عائلة حكيمي تخوض معركة يومية من أجل البقاء. والده كان بائعا متجولا، ووالدته كانت تقضي يومها في تنظيف المنازل لتأمين لقمة العيش. يقول أشرف بلسانه: لقد ضحى والداي بحياتهما من أجلي، كانا يحرمان نفسيهما من كل شيء لأتمكن أنا من التدريب. هذه التضحيات هي التي زرعت في قدميه تلك السرعة وفي قلبه ذلك الإصرار. كل ركضة كان يركضها في ملاعب مدريد كانت من أجل أن يرتاح والداه يوما ما. دخل أشرف مدرسة ريال مدريد الكاستيا وهو في 7. تدرج حتى وصل للفريق الأول تحت قيادة الأسطورة زيدان. حقق دوري أبطال أوروبا، لكن الريال لم يؤمن به تماما وقرر إعارته. هنا بدأت رحلة التحدي من بروسيا دورتموند حيث انفجر عالميا، إلى إنتر ميلان حيث توج بالدوري الإيطالي، وصولا إلى باريس سان جيرمان كأغلى لاعب عربي. في كل محطة كان أشرف يثبت للعالم أن ريال مدريد أخطأ في التفريط به، وأن الموهبة المغربية لا سقف لها. بينما كان الاتحاد الإسباني يغري الشاب الصاعد بتمثيل الماتادور، كان لأشرف رأي آخر. لم يتردد لحظة، اختار قميص أسود الأطلس. لم يكن مجرد اختيار رياضي، بل كان رد دين لوطن يسكنه وإن عاش بعيدا عنه. وفي قطر 2022 تحول أشرف إلى أيقونة عالمية، ليس فقط ببراعته بل بلقطات عناقه لوالدته بعد كل مباراة، اللقطات التي علمت العالم أن النجاح الحقيقي يبدأ من رضا الوالدين. أشرف حكيمي اليوم ليس مجرد لاعب كرة قدم، بل هو رسالة لكل شاب عربي يمتلك حلما وصعوبات تعيق طريقه. هو الدليل على أن العمل الشاق والوفاء للجذور هما أقصر الطرق للقمة. والآن شاركونا في التعليقات، ما هي أكثر لقطة لأشرف حكيمي لن تنسوها أبدا؟ وهل ترون أنه الأفضل في مركزه عالميا حاليا؟ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في صوت الصحافة ليصلكم كل جديد عن أساطيرنا. إلى اللقاء. صوت الصحافة، نبض الخبر.